اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كيفك يا مصطفى؟ ازيك حبيبي؟ اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. طمني عنك. الحمد لله. مالك مستغرب كده؟ مش لا عارف. في تعب بس انت مستغرب، شايفك. لا مش لا عارف مش انت ليش مستغرب. لا جاي علشان ايه في البرنامج؟ لا سيادتك عندي تعب. تعب في القلب. في القلب. سلامتك. الله يسلمك. بقى لك زمان؟ الشريان. نعم. يعني جلطه في الشريان. نعم نعم. بس يعني زعل يعني. تعالجت؟ كنت في اوراق سيادتك بتعالج في المعهد. في المعهد. في المعهد القلب. والزعل ليش الزعل؟ يعني كان حصل شويه مشاكل كده. فين؟ معك؟ انت ومين؟ يعني ابني. ابنك. ابني الوحيد. ابنك الوحيد مزعلك؟ اه. ولك زمان ما شفته؟ بقالي حوالي سنتين سيادتك. حوالي سنتين. بس بسمع يعني اخبار عنه. نعم. والاخبار عنه بترضيك ولا؟ لا ما بترضينيش. ما بترضيكش. شو اسمه؟ اسم ابنك؟ احمد. 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 والله شوف، دي حال الدنيا يعني. انت عارف. صح. جبران خليل جبران بيقول ايه؟ اولادكم ليسوا ابناء لكم. صح. انهم ابناء الحياه. مظبوط. صح. والحياه لا تعيش في منازل الامس. صح. ده كلام جبران خليل جبران. صح. بقى لازم نحن الاهل نفكر انه اولادكم ليسوا ابناء لكم. الحمد لله. انهم اولاد الحياه. اللي يجيبوا ربنا كله كويس. اللي بيجيبوا ربنا هم اولاد. يا سيدي، بهالبرنامج انت بتتابع المسامح كريم؟ شفته شي مره؟ شفته. سيادتك؟ بتتابعه؟ كويس؟ بتابعه. كويس. والقصص اللي فيه والحالات المسامحه. لا كويس. بيعجبك؟ بيعجبني. كويس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا سيدي، انا وسيط خير. انا ناس بيكلفوني انه ادعي اشخاص طيبين زي امثالك. الله يخليك. وبيشرفوني على الاستوديو. الله يكرمك. وبحاول معاهم اذا في مشكل انه نحله بالحسنى وبالخير وبالبركه. انت حابب تعرف مين اللي دعاك؟ حابب تعرف مين اللي دعاك؟ البرنامج يعني. البرنامج. نعم، الشخص اللي دعاك. وانا وسيط. انا في شخص قال لي ادعوا لي فلان الى الاستوديو عشان عايز كلمه. ايوه. انت حابب تعرف مين؟ انت عاوز تعرف مين؟ ايوه. بقى خلينا نشوف سوا مين الشخص اللي دعاك. تفضل. سيادتك لو اعرف ان الشخص ده اللي دعاني ما كنتش جيت. انا اسف. انت ايديك بارده. هو الشخص اللي دعاك. بس انا حابب اقول لك بشرى. حابب اقول لك بشرى. ايوه. انت ليش طردته من البيت؟ سيادتك مش يعني عاوز يبقى راجل معاه فلوس. انت عايزه راجل اولا ينتبه على صحته. هو سيادتك. ثانيا انه يوقف المخدرات. مخدرات سيادتك يعني مرتين. زي اللي انا كبير مثلا من الصغير واتبهدلت، الحكومه بهدلتني بسببه. فانا لو اعرف ان هو ما كنتش. انا اشكرك انك جيت. بس ان شاء الله يكون ان شاء الله تكون مجيتك للخير. ان شاء الله تكون مجيتك للخير، لانه انت ده ابنك الوحيد. ايوه. ما عندكش غيره. لا ما فيش غيره. لا صبيان ولا بنات. مفيش له. وبقى انا بس حابب قبل ما نحكي. ايوه. حابب اقول لك بشرى سعيده. ايوه. انه احمد خلاص ترك المخدرات. هو سيادتك مرتين قبل كده قال لي معلش انا تبت ورجع تاني. هم اولادنا. هم اولادنا نحن. ما فيش حدا كامل ولا حدا ممكن يعطيك وعد ويصدق فيه على طول. يعني شوف احيانا بتكون اقوى منه. سيادتك احنا الحلال اهم حاجه. صح. بس انا ما غلطتش يعني. انا كل اللي هو يمشي في الحلال. صح. انا راجل كبير وبشتغل بجيب ده حقك. الجنيه بالحلال. على كل حال هو يبعت لك رساله. تحب اقرا لك اياها قبل؟ خليني اقرا لك اياها وبعدين تسمع له. خلي جاي يقول لك كلام هو. لانه شكله قرر انه يغير حياته. يا رب. احنا بدنا احلى من هيك. نحن امنيتنا صح انه يمشوا في السكه الصحيحه والسليمه.
بيقول لك والدي الحنون، لو كنت تعلمت منك أشياء كتير خلال 31 سنة قضيتهم معك، فأنا تعلمت خلال السنتين اللي بعدت فيهم عنك أشياء أكثر. أهمها أنه لا أساوي شيئا بدون رضاك علي. هو بيقول أنا اعتقدت أني أصبحت رجل يستطيع الابتعاد عنك والعيش من غيرك، لكن اكتشفت أني لسه الطفل الصغير اللي بيحتاجك تحميه وتساعده. وإن كنت وأنا صغير احتجتك لتحميني من الآخرين، فقد احتجتك اليوم وأنا كبير لتحميني من نفسي. والدي الحبيب، يبدو أنه كان علي أن أخطئ وأبتعد عنك عشان أعرف قيمتك، كان لابد أن أفقدك حتى تعطيني الحياة درسا يؤكد لي أنك كنت حنونا معي لأبعد مدى، وكان لابد أن آكل الحرام وأذوق طعمه المر حتى أعرف معنى تعبك طوال عمرك وأنت تجتهد كي لا نأكل إلا من المال الحلال. الحمد لله. شو بدك أحسن؟ مش ولد عاقل عم يحكي؟ بابا، لن أشعر بالراحة والاطمئنان إلا عندما تضمني إلى حضنك وتدعني أبوس يديك وأعتذر لك عن خيبة أملك في، وأعدك ألا أكررها، بل وأعدك أني سأكون مصدر فخر لك في المستقبل. التوابون يرحمهم الله، وأنا تبت، ولكن رحمة الله لن تتحقق إلا برضاك علي، فكن سببا في عودتي عما كنت فيه، ولا تطردني من رحمة الله بغضبك علي. والمسامح كريم، ابنك الوحيد أحمد. ربنا يهديه. ايه رأيك؟ يلا الكلام إلك. انت امام هذا الوالد الحنون يعني، ودمعة الوالد غالية جدا يا احمد. بقى اتفضل. عايز اقول لك سامحني، سامحني، انا مش هعمل كده تاني. انا شفت في السنتين اللي عدوا دول اللي عمري ما شفته في حياتي، وافتكر لك الحاجه الحلوه اللي انت عملتها معايا وانا صغير، لما كنت بتوديني المدرسه، لما عملت مشكله وديتني شهر بحاله، كل يوم كنت بتاخدني معاك المدرسه. دي اجمل حاجه، اجمل شهر قضيته في حياتي. عايزك تسامحني. سامحته. ما سألتك أمه بتشوفه؟ لا يا سيدي، مش على كل حال إن شاء الله ساعة خير. نص حبة بتاخد؟ نص واحدة بس. نص واحدة؟ طيب شكرا يا أبو أحمد. أيوه، يعني أنت باين عن قلبك الكبير، وباين إنك تستوعب الأمور، وباين إنك ضحيت. بقى إجا شوف أحمد ندمان وبيبكي، بقى إجا أحمد عشان يخلص بقى من الوضع ده. ربنا يهديك. والوضع ده مضايقه، بده رضاك وبده إنك تسامحه. لا، أنت مستعد؟ رضيت عنه وترضي عليه؟ طالما ربنا هداه. وتعيده معاك على البيت؟ تاخده للوالدة. أمه بتشوفه؟ لا، بقاله سنتين. أمه ما شافتوش، ما شافته. حتكون فرحتها كبيرة كتير. تاخد له هدية معاك إنه أحمد جايبه على البيت. ربنا يهديه. خلاص؟ خلاص. تسوى ملايين دي ولا لا؟ لا، تسوى ملايين. تسوى ملايين. تسوى ملايين. مسامح كريم. سامح. يلا افتحوا بقى.
يبارك فيك. انا اشكرك المجيء، وهذه ساعة خير ان شاء الله، ساعة خير. خلاص يا سيدي، خلاص 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 خلاص، والله يعني الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. بس يا أحمد خلاص، يعني الحياة قصيرة، حياة قصيرة علينا جميعا، يعني ما بتستاهلش لا تزعل الوالد ولا تزعل الوالدة ولا تزعل حالك. بقى لازم تتطلع للحياة بإيمان وبشجاعة. خلاص ده وعد شرف انك خلاص ابتعدت عن المسائل دي، ابتعدت ان شاء الله. والوالد ده امانه في رقبتك. ها مش عايزين نضل ياخد حبوب ونزعله ونخض له صحته. ها مش هتتكرر تاني ان شاء مش الله. هتكرر، ده ما فيش اغلى منه بالدنيا. ها طبعا. فاذا انا بقول لكم مبروك، ترجعوا سوا وتروح تاخذ رضا الوالده ايضا باذن الله، والله يوفقكم ونشوفكم على خير. تفضل تفضل تفضل. يعني كل